صريخ خطير من أسطورة مانشستر يونايتد وين روني يفاجئ به محمد صلاح بعد أن كسر رقمه القياسي بعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، ويسخر من إدارة ليفربول. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم لمحمد صلاح فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تألق اللاعب المصري محمد صلاح في مباراة نيوكاسل مع ليفربول، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ب3 أهداف مقابل 3، ولقد تصدر صلاح ترتيب هداف الدوري الإنجليزي ب13 هدف، ويأتي هالاند خلف صلاح ب12 هدف. وقد كسر صلاح رقم وين روني عدد الأهداف والصناعة في مباراة واحدة ب37 مباراة مقابل 36 مباراة لوين روني. فقد صرح أسطورة مانشستر يونايتد وين روني وأدلى بتصريحات نقلتها قناة سكاي سبورت الإنجليزية، وقال: أنا كنت أعلم جيدا أن محمد صلاح سوف يكسر الرقم القياسي الخاص به بتسجيل الأهداف والصناعة في مباراة واحدة، فيبدو أن محمد صلاح هذا الموسم سيكسر العديد من الأرقام القياسية، وهو بذلك يضع إدارة ليفربول في موقف محرج للغاية بسبب عدم تقديمهم عقد جديد لمحمد صلاح. فمحمد صلاح في وجهة نظري أفضل لاعب في العالم هذا الموسم، وأعتقد لو ظل محمد صلاح ثابت على هذا المستوى أعتقد أنه سيحرز الكرة الذهبية وسيتوج حتما بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي أيضا. وأندهش من إدارة ليفربول أنها لم تجدد عقد محمد صلاح لمدة موسمين أو 3 على الأقل، فماذا تنتظر إدارة ليفربول وهم يمتلكون أفضل لاعب في العالم حاليا، وهو أكثر لاعب مؤثر في الدوريات ال5 الكبرى بتسجيله 13 هدف وصناعة 8 أهداف. وأتمنى من إدارة مانشستر يونايتد إذا لم يجدد صلاح تعاقده مع ليفربول أن تتعاقد مع صلاح، لأنه هو اللاعب الوحيد القادر على إعادة التتويجات لمانشستر يونايتد، لأن صلاح لديه العقلية لحث زملائه على الفوز دائما. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.